هو اتبهدلوا لي كده. اوكي يعني شوفوا جايز الالوان دي حرفيا ما فاضلش فيها. هو البقره دي بجد مش 100 متر، وازاي مكتوب عليها 100 متر وكل الكلام ده؟ يعني انتوا بتضحكوا علينا. هلو everyone، اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم منى، وفيديو اليوم هيكون فيديو مشترياتي من الخرز. جايز نوع الفيديوز دي عجبتكم قوي لما نزلت فيديو مشترياتي من الخرز اول فيديو خالص، فقررت النهارده برضه يكون فيديو مشترياتي من الخرز، لانه البارح نزلت اجيب شويه برودكتس وخرز كان ناقصين عندنا في الستور او براند منى. واللي ما يعرفش انا اسمي منى وعندي براند اسمها منى، بنوفر لكم فيها اكسسوارز، بوكسات خرز، خيوط وحاجات تانية كتير. وجايز عايزه اقول لكم كمان ان المره دي جبت حاجات جديده وحاجات اكتر كمان من المره اللي فاتت، فمتحمسه جدا اوريها لكم. بس قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تحطوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناه اذا اول مره تشوفوني. انا اسمي منى بالمناسبه، وبس كده يلا بينا نبدا الفيديو. خليني الاول اقول لكم نظره سريعه عن الحاجات اللي جبتها وبعد كده هنتكلم فيها بالتفصيل. مشتريات النهارده متعدده جدا، فيها حاجات بجد كيوت قوي، واكيد حاجات كانت ناقصه من عندي وكنت محتاجاها ضروري، فالحمد لله ان احنا عملنا لها ريستوك تاني عشان نقدر نستقبل طلباتكم من جديد. مشتريات النهارده كانت فيها جامايكا، كمية جامايكا كتيرة، لانه لو ما تعرفوش احنا وفرنا بوكس جامايكا جديد الماكس وال15 خانة، وبجد جايز الوانهم خرافية. بجد الوان الجامايكا تدي بهجة، تدي فرحة. معرفش انا بجد بحب الجامايكا بصراحة اكتر من التفسيرة، مع ان التفسيرة بيتعمل بيه حاجات اكتر من الجامايكا، بس الوان الجامايكا تحفة بجد، اجمل من التفسيرة بصراحة. وكمان اكيد عملنا ريستوك من بوكسات الماكس اللي هي 24 خانه، وعلى فكره وفرنا كمان بوكس جديد مش هقوله لكم دلوقتي، فخليه مفاجاه في اخر الفيديو. وكمان جبنا خيوط انواع تانية كتيره غير بكره الماكس اللي اكيد كلكم عارفينها، اللي بتكون 100 متر من خيط الاستيك. جبنا خيوط جديده، وطبعا اكتر حاجه بتخلص من عندنا هو خرز التفسيره. عملنا ريستوك لبعض الالوان لان في كتير قوي قربوا يخلصوا. استنوا اوريكم الالوان اللي قربت خلاص تخلص من عندي. يعني شوفوا جايز الالوان دي حرفيا ما فاضلش فيها. هنا عندنا الاحمر وكمان الاسود خلص. جايز الاسود ده حرفيا لما بيخلص انا بحس ان انا يعني في ضيقه في قلبي كده، اللي هو ورايا حاجه ما خلصتش. وهنا الموف برضو قرب يخلص، وكمان السيلفر خلاص يعني فاضل له مره تقريبا وخلاص. عشان كده كان لازم نعمل ريستوك كبير من الوان خرز التفسيره، وهقول لكم في الفيديو ده ايه الالوان اللي احنا جبناها وايه الالوان اللي لسه محتاجين نجيبها. وطبعا اخر حاجه جبناها وعملنا منها ريستوك كانت الفراشات بتاعه سلاسل الكسر. زي ما انتم عارفين في براند منى عندنا 3 انواع تقريبا، باربي وانجلينا، واخر واحده اضفناها حديثا هي كاميليا، واللي بتحتاج فراشه سودا كده عملنا منها ريستوك المره دي. ويا بس كده، هي دي كانت نظره سريعه للحاجات اللي احنا جبناها. فتعالوا دلوقتي اوريها لكم ونتكلم عنها بتفصيل اكتر. اوكي جايز، خلينا دلوقتي نتكلم عن اول مشتريات وهو خرز الجامايكا. زي ما قلت لكم جبنا الوان كتيره قوي، فتعالوا اوريكم دلوقتي الدرجات اللي جبناها. شوفوا جايز كميه الالوان اللي جبناها عشان بس بوكسات الجامايكا. خليني الاول اقول لكم ايه اكتر الوان بنحتاجها. اول حاجه درجات البينك بنحتاجها جدا، لان عندنا صف كامل في بوكس الماكس كله بينكي. وكمان الاخضر بنحتاجه جدا، فعشان كده جبت منه درجات كتيره. وكمان الاحمر بدرجات البرتقاني والاصفر. فهي دي معظم الدرجات اللي انا بحتاجها في خرز الجامايكا. وكمان بجد الوانهم حلوه قوي، يعني تدريجات الالوان والدرجات اجمل الوان بجد هي الوان خرز الجامايكا، تجنن. وزي ما قلت لكم جبنا تقريبا اكتر من 20 لون خرز جامايكا. ولو هتسالوني يا منى ليه جبتي 20 لون من خرز الجامايكا، مش كتير شويه؟ بص جايز هو كتير، بس هقول لكم ليه. لانه عندنا بوكس ماكس من خرز الجامايكا بيكون فيه 24 لون، فلو فكرتوا فيها ده قليل كده، ده قليل لانه احنا محتاجين 24 لون واللي معانا 20 لون بس. كان عندي شويه درجات تانية
فهستخدمها لحد ما تخلص وبعد كده نعمل ريستوك تاني من خرز الجامايكا. بس بجد جايز عايزه اقول لكم ان انا عندي مشكله في خرز الجامايكا تحديدا. زي ما انتم عارفين بالنسبه لخرز التفسيره احنا بنجيبه بالكيلو عشان يقعد معانا، يعني بنجيب كذا كيلو عشان يقعد عندنا وما ننزلش تاني نجيب. خرز الجامايكا بيتجاب تقريبا بالفرع، فجايز الفرع ده بجد ما بيكفينيش. يعني الفرع ده بالنسبه للبوكسز ممكن يقعد مره مرتين بالكتير. تخيلوا مثلا لو عندنا 5 بوكسات اوردر لبوكس الجامايكا، فانا الفرع مش هيكفيني. فانا نفسي بجد حلم من احلامي ان انا اجيب الجامايكا ده بالكيلو. بصوا هو مش موجود كتير في السوق انه جامايكا بالكيلو، ولو موجود متبقاش كل الالوان. فبجد انا نفسي اجيب كل الوان الجامايكا بالكيلو، اللي هو كيلو كده، كيس كامل بالكيلو، عشان محتاجش كل مره لما يجي لي اوردر بوكس جامايكا انزل اجيب فروع جديده. بجد الموضوع ده متعب قوي. فيا دي مشكله حبيت اتكلم معاكم فيها، لان يعني كنت حاساها في قلبي كده فحبيت اقولها لكم. فان شاء الله يوم من الايام هنجيب الجامايكا ده بالكيلو مش بس بالفروع. واخر مره حابين بس نشوف الوان الجامايكا التحفه دي. بصوا بجد الوانها تحفه ازاي. بصوا جايز لما بمسكهم بيبقوا عاملين زي الكبشه كده ليه. بصوا بجد شكلهم غريب قوي. منا انت عماله تتكلمي عن بوكسل ماكس بوكسل ماكس بوكسل ماكس، ما تورينا بوكسل ماكس ده شكله عامل ازاي. اوكي جايز سو هو ده بوكس الماكس اللي عماله اكلمكم عليه من الصبح. هو بيبقى بوكس 24 خانه، وهو ده بيبقى شكله. بجد انا بحب قوي بوكس الماكس لانه من النوع اللي بيكون فيه الغطا بتاعه فيه كده يعني احرف بتمنع الخرز ان هو يتلخبط مع بعضه. ودي اكتر حاجه انا بكرهها بجد، ان البوكس بتاعي يكون الخرز متبهدل. فعشان كده بوكس الماكس فيه خاصيه حلوه قوي، الحروف دي اللي موجوده في الغطا بتمنعه ان هو يتعمل منه يعني يتلخبط. وزي ما قلت لكم احنا عملنا ريستوك من بوكسات الماكس. عايزه اقول لكم هو مش ريستوك كبير لان عندنا شويه جوه، بس حبيت اجيب تاني عشان لو حصل عندنا ضغط او حاجه يكون عندي كميه كويسه. زي ما قلت لكم في بوكس تاني بس هقوله لكم في اخر الفيديو، فاستنوا لاخر الفيديو عشان تشوفوا بوكس زي يعني شكل بوكس الماكس شكله بس مختلف شويه. ويا ترى هيبقى اسمه ايه؟ يعني ده الماكس، يا ترى التاني هيبقى شكله او اسمه ايه؟ وجايز دلوقتي تعالوا اكلمكم عن الخيوط اللي احنا جبناها في مشترياتي النهارده. جبنا كميه خيوط وانواع خيوط جديده قوي. يعني بصوا زي ما انتم شايفين في اسود وفي الوان هنا، فخليني احطهم عشان اكلمكم عن كل نوع خيط واقول لكم كمان بنستخدمه في ايه، ويعني ايه هو ايه قصته. اول حاجه خلينا نتكلم عن البيست سيلر عندنا، وهو خيط الاستيك الماكس اللي بيكون 100 متر مقاس 7. جايز بجد البكره دي حرفيا ما بقاش في اوردر يطلع لبوكس خرز من غير بكره الماكس. ساعات كمان عايزه اقول لكم في ناس بتيجي تعمل اوردر بالبكره دي بس، لان هم حرفيا مش بيكونوا لاقيينها في اي مكان. وجايز كمان حاجه مهمه جدا، لقيت بعض الكومنتس على التيك توك لما بنيجي نتكلم على بكره الماكس بيقولوا لنا ان هي مش 100 متر وانه هي اقل من 100 متر. انا في الاول ما كنتش بفهم الكومنتس دي اللي هو ازاي. يعني بصوا هنا جايز، بصوا هنا مكتوب ان هي 100 متر اوكي، اللي هي ام 100 يعني 100 متر، وهنا دي مقاس 7 اوكي. فانا ما كنتش بفهم ازاي دي مش 100 متر. فبصراحه رحت سالت يعني المكان اللي انا بجيبه منه، هو البكره دي بجد مش 100 متر وازاي مكتوب عليها 100 متر وكل الكلام ده، يعني انتوا بتضحكوا علينا. الراجل قال لي ان فعلا في نوعين من البكره دي جايز. في نوع بيبقى فعلا 100 متر زي ما مكتوب عليه، وفي نوع مش بيبقى 100 متر ومكتوب عليه 100 متر. فقال لي طب، قلت له طب ازاي افرق بيهم؟ قال لي انه البكره لو تخينه كده فدي 100 متر، يعني دي مليانه ما قطعوش منها او كده. لو البكره رفيعه، يعني رفيعه جايز، انا بصراحه ما بجيبهاش فعشان كده مش عندي عشان اوريها لكم. لو يعني رفيعه فدي مش 100 متر. فاللي حابه اطمنه لكم واقوله لكم في الفيديو ده، في براند منا احنا بنوفر لكم البكره ال 100 متر زي ما مكتوب عليها ان هي 100 متر، فما تقلقوش جدا جايز. وحبيت بس اطمنكم في الفيديو ده لان فعلا ناس كتيره قوي كانت بتبعت لنا على تيك توك ان دي مش 100 متر، دي 100 متر ولا لا، عايزين نعرف. فجايز ما تقلقوش، دي 100 متر من خيط الاستيك.
وتاني نوع خيط معانا هو خيط الحظاظ الاسود، واللي عايزه اقول لكم برده كتير منكم فرح قوي لما اعلنا ان احنا بقينا نوفره. والخيط ده جايز بيستعمل في حاجات كتيره قوي، زي مثلا البريسلت اللي بتتعمل بالخيط ده، هو ده الخيط اللي هو بيتعمل بيه، دي بريسلت البيست فريند. وكمان جايز على فكره الخيط ده بيستعمل في عمل سلسله الصدف الطبيعي اللي هي تبقى دي، واللي بتبقى ترندنج قوي على تيك توك في الصيف. هي اصلا ميعادها الصيف، تبقى حلوه قوي، بتتعمل برضو بالخيط ده، وكذا حاجه برضو بتتعمل بالخيط ده. فعشان كده ناس كتير قوي كانت بتسالنا عليه، فقررنا ان احنا نوفره في براند منا. وبرضو جايز وفرنا نوع جديد من خيط الحظاظ اسمه متعدد الالوان، وهو ده بيبقى شكله. والنوع ده جايز مش مشهور قوي بصراحه، بس لانه لونه حلو قوي وعجبني فحبيت ان انا اوفره واحطه كمان في الستور بتاعنا او الويب سايت بتاعنا. هتلاقوه كده جنب بقره الاسود، يعني هما الاثنين جنب بعض في الويب سايت. والنوع ده من الخيط بيستعمل في عمل بريسلت زي كده اللي بتكون كذا لون في بعض. وعلى فكره لو عايزين يكون عندكم بكره واحده فيها الوان كتيره قوي، هي دي افضل بكره ليكم، لان زي ما انتم شايفين فيها الوان كتيره قوي. ممكن مثلا تقطعوا لحد نهايه اللون ويبقى معاكم لون اخضر، وبعد كده هيكون معاكم لون بينك، وبعد كده اصفر، فاهمين؟ فهي حلوه قوي للناس اللي بتحب الالوان الفواتح وكده. ودلوقتي تعالوا اقول لكم الوان خرز التفسيره اللي عملنا لها ريستوك في المشتريات بتاعه النهارده. زي ما قلت لكم اللون الاسود كان اكتر لون خلصان من عندي، فاضطريت اعمل منه ريستوك واجيب نص كيلو تاني، عشان البوكسات طبعا بوكس الوسط وبوكس الماكس فيهم اللون الاسود فبنحتاجه كتير جدا. وكمان بوكس الميني على فكره. وجايز بوكس الميني بقى متوفر عندنا في الويب سايت، لانه كتير منكم دخل قال لي بوكس الميني فين، هو بيخلص بصراحه بسرعه، فالحقوا اطلبوه دلوقتي من الويب سايت عشان يجيلكم تقريبا خلال يومين او 3. وكمان عملنا ريستوك للونين دولت من خرز التفسيره، اللي هو البينك وكمان الكحلي، لانهم كانوا خلصانين من عندنا نهائيا، يعني حتى ما كانش فيه حبه صغننين، وبجد الوانهم حلوه قوي، خاصه البينك ده يجنن. وكمان في مشترياتي بتاعه النهارده جبت 3 فروع من حجر الكسر. جبت 3 الوان زي ما قلت لكم. اللون هو بهدلوا لي كده اوكي. اول لون هو اللون الموف، وده عشان سلسله انجلينا، واللي كتير منكم على فكره بقى يحبها. انا الاول كانت الناس بتحب باربي اكتر، دلوقتي كذا حد بيبعت لي ان هو بجد بقى يحب انجلينا اكتر، وبقى يطلبوها اكتر من باربي بصراحه. وتاني لون اكيد وهو عاشق الجماهير هو لون باربي، اللي هو البينكي ده الفاتح التحفه. وكذا حد برضو كان بيبعت لي هو اللون ده ابيض. جايز بصوا هو مش ابيض، هو يعني بينك فاتح، فاهمين؟ الابيض ليه نوع تاني بس انا بصراحه ما لقيتوش، فعشان كده ما جبتوش. بس ده مش ابيض، ده بينك فاتح زي ما قلت لكم. واخر لون جبته من حجر الكسر كان فرع اخضر، هو ده ما عندناش منه سلسله، بس بقى متوفر عندنا على الويب سايت فون تشين منه بالحجر ده، وبجد جايز شكلها تحفه. وهو اصلا اللون ده يجنن، بصوا يعني لونه في الشمس عامل ازاي ودرجته حلوه ازاي، بجد حلوه. ودلوقتي بالمره تعالوا اوريكم الفراشات اللي جبناها وعملنا منها ريستوك عشان سلسله الفراشه بحجر الكسر. جبنا منها كذا لون حلوين قوي، تعالوا اوريها لكم. عملت ريستوك من الفراشات بالالوان دي. اكتر لون بصراحه كنت محتاجاه هو الاسود، عشان زي ما قلت لكم بقى عندنا منه فراشه اسمها كاميليا، وهو ده شكلها على الويب سايت، وبجد جايز شكلها حلو قوي. ودي الفراشه اللي احنا بنستعملها فيها. وكمان جبنا فراشه باربي، وهنا دي برضو بتاعت باربي، وهنا دي فراشه كانت زرقاء قوي، زرقاء فعجبتني لونها، بس بصراحه مش عارفه استخدم فيها ايه، فقولوا لي في الكومنتس الفراشه الزرقاء دي ممكن نستعملها في ايه. وبرضو من الحاجات اللي جبتها وكنت محتاجاهم هما الحروف في اللولي ده. الحروف دي عشان بوكس الحروف والالعاب مع بعض، اللي هو كورنر الحروف المربعه خلص من عندي، فعملنا منه ريستوك. وكمان اللولي ده عشان شنطه لولا، واللي هكلمكم عنها قريب طبعا. عملنا ريستوك من اللولي، بجد اللولي ده شكله حلو قوي جايز، بصوا لونه لمعته تحفه ازاي. وكمان مقاسه جايز تقريبا 7 أو 8، هو مش 10 ده اكبر حاجه، بس الحجم ده تقريبا 8. واخر حاجه جبتها النهارده من مشترياتي كانوا اكياس التغليف. دي اكياس التغليف اللي بنحط فيها الاكسسوارز وكمان الخيوط الهديه اللي بتيجي مع البوكسز.
وده جايز ده اكياس تغليف صغننه كده هنستعملها في البوكسات. مش هقول لكم دلوقتي في ايه، بس يعني دي هتكون فيديو لوحدها ان احنا نوريكم الاكياس الصغننه دي هنعملها ايه في البوكسات. يعني بجد هيبقى باكجينج تحفه، كان بقالي كتير قوي عايزه اعمله في البوكس بتاعتنا عشان يعني تبقى مور سيفتي، ان هي تجيلكم مظبوطه بنسبه 100%، ما يبقاش بقى اي في احتمال ان شاء الله ان البوكس يجيلكم مثلا في حاجه ابدا، يعني فاهمين. فالاكياس دي هتساعدنا جدا ان احنا يعني نبقى براند بروفيشنال بصراحه. وبس كده جايز، هي دي كانت مشترياتي للنهارده من الخرز. صحيح لو عايزين تشوفوا البوكس الجديد اللي احنا هنوفره باذن الله، خليني اوريه لكم، اللي انا قلت لكم هوريه لكم في اخر الفيديو، فثانيه واحده. فخليني دلوقتي اوريكم البوكس الجديد اللي ان شاء الله هنوفره. هو مش دلوقتي بس قريبا باذن الله. هو بوكس الاكسترا ماكس جايز. ده بوكس 28 خانه جايز. بصوا حجمه عامل ازاي، يعني هو ده حجمه تقريبا مقاس الشاشه كلها، انتوا متخيلين؟ وبجد الكواليتي بتاعته حلوه قوي. زي ما قلت لكم برده الغطا بتاعه بيكون فيه احرف كده عشان الخرز ما يتبهدلش ابدا لما يوصل لكم. فالبوكس ده انا متحمسه جدا ان انا اعمل بيه بوكس خرز. هو مش دلوقتي بصراحه لان احنا لسه بندرس الموضوع، بس حبيت اوريه لكم في الفيديو ده واوريكم حجمه كبير ازاي. فيا بس كده، هو ده كان فيديو النهارده، فيديو مشترياتي من الخرز في براند منا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وحبيت كده اشارك معاكم مشترياتي ان انتوا طبعا جزء من براند منا وافتخر بيكم جدا. وطبعا مستنيه اعرف رايكم في الكومنتس لو في حاجات تانية عايزيني مثلا اضيفها في البراند، او مشتريات تانية ما جبتهاش او ما وريتها لكمش، فقولوا لي في الكومنتس، مستنيه اشوف رايكم. وبس كده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه اذا اول مره تشوفوني. انا اسمي منى بالمناسبه. وبس كده، باي جايز.